تخيل تصحى الصبح تفتح الأخبار تلاقي الخليج مش بس اتضرب، لكن العالم كله بدأ يتحرك. مش بس أمريكا وإيران في الصورة دلوقتي، اللعبة كبرت وبقت أخطر. بعد ضرب الخليج السؤال ما بقاش مين ضرب مين، السؤال بقى هل إحنا داخلين على حرب إقليمية شاملة ولا كل طرف بيحاول يخوف التاني بس؟ خلينا نفهم المشهد بهدوء بس من غير ما نضحك على نفسنا. أول لاعب روسيا. هل روسيا واقفة بتتفرج؟ مستحيل. روسيا حليفة استراتيجية لإيران، مش حبا فيها، لكن عشان أي ضغط على إيران بيساوي ضغط أقل على موسكو. لو الحرب كبرت روسيا مش هتنزل تحارب مباشرة، لكن ممكن تزود إيران بمعلومات استخبارية، تدعمها بأنظمة دفاع جوي، تضغط سياسيا في مجلس الأمن. روسيا مش عايزة حرب عالمية، بس عايزة أمريكا تتورط أكتر. تاني لاعب الصين، لاعب أهدى بس أخطر. الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني والخليجي. لو مضيق هرمز اتقفل اقتصاد الصين هيتخبط، والصين مش هتقبل بكده بسهولة. لكن هل هتحارب؟ لا، الصين بتحارب بطريقة مختلفة: اقتصاد، عقوبات مضادة، تحالفات تجارية، ضغط دبلوماسي هادي لكنه موجع. الصين ممكن تتحول لوسيط أو تمول طرف بشكل غير مباشر، بس عمرها ما تدخل مواجهة مباشرة مع أمريكا في الخليج. ثالث لاعب مفاجئ باكستان. وضعها حساس جدا، عندها حدود مع إيران وعلاقتها مع السعودية قوية وعندها سلاح نووي. لو الصراع قرب من حدودها ممكن تتدخل لحماية مصالحها، مش عشان الحرب لكن عشان الاستقرار الداخلي. أي انفجار هناك هيأثر على آسيا كلها. طيب هل ده معناه حرب إقليمية؟ خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها بصراحة: الحروب الكبيرة نادرا ما تبدأ بقرار واضح، بتبدأ بسلسلة سوء تقدير، صاروخ يتفسر غلط، ضربة تتحسب تصعيد، رد يتحسب إهانة، وبعدين العجلة تبتدي تلف. السيناريو الأول: احتواء سريع، أمريكا تضرب، إيران ترد بشكل محسوب، الخليج يتأمن، مضيق هرمز يفضل مفتوح، النفط يهدى بعد قفزة، الأسواق تستوعب الصدمة. ده أفضل سيناريو وأقلهم احتمال لو التصعيد كمل. السيناريو التاني: استنزاف طويل، مش حرب شاملة لكن ضربات متقطعة، هجمات سبرانية، استهداف قواعد، توتر بحري. ده أخطر اقتصاديا. ليه؟ عشان عدم اليقين بيخلي النفط يطلع، الذهب يغلى، الشحن يزيد، التأمين يغلى، واللي بيدفع أنت. السيناريو الثالث: الانفجار الكبير، غلط واحد، ضربة تتجاوز الخط الأحمر، دخول مباشر لقوة أكبر. ساعتها المنطقة كلها تتغير، مش بس الخليج، العراق، لبنان، سوريا والبحر الأحمر. كل الملفات المفتوحة هتتشعل. بس خليني أهديك لحظة: هل كل الأطراف عايزة حرب شاملة؟ لا. أمريكا مش عايزة مستنقع جديد، إيران مش عايزة تدمير شامل، الخليج مش عايز يتحول لساحة معركة، روسيا مش عايزة مواجهة مباشرة، الصين مش عايزة تعطل اقتصادها. يعني إيه؟ يعني الكل واقف على الحافة وبيحسب الخطوة بالملي. لكن أخطر حاجة في التاريخ إن كل الأطراف تكون فاكرة نفسها إنها مسيطرة لحد ما حد يغلط. الخلاصة: إحنا مش قدام حرب عالمية دلوقتي، لكن قدام مرحلة حساسة جدا، مرحلة أعصاب، مرحلة اختبار، مرحلة ممكن تعدي وممكن تنفجر. واللي هيحدد ده مش الضربات لكن ردود الفعل. لو عايز الحلقة الجاية هنفكك هل مضيق هرمز ممكن يتقفل فعلا، وايه اللي هيحصل للنفط والذهب وسعر الدولار في مصر. اكتب لي في التعليقات السيناريو الأخطر وشارك الفيديو، لأن اللي جاي مش بسيط والمنطقة داخلة مرحلة جديدة فعلا.